اتفق معها هل من الحرية تلك أن يدعو البعض في جبهة الإنقاذ والتيارات الليبرالية والعلمانية وكذلك محمد أبو حامد إلى الخروج في مظاهرات يوم 25 من يناير في ذكرى الثورة لإسقاط الرئيس مرسي وإسقاط الدستور، لدرجة أن محمد أبو حامد يقول أنه واجبا وطنيا ودينيا لابد من الخروج يوم 25 من يناير لإسقاط مرسي والاستفتاء؟ يعني هذا الشخص اولا ليس في جبهة الإنقاذ، يعني عشان برضه لا أنا أتحدث أنا قلت لا خلينا ندافع عن الإخوة لأن هم مش يعني إيه ما نخلطش أبو قرش على أبو قرشين. دي نقطة. النقطة الثانية أنا قلت أن محمد أبو حامد أنا لما بسمع كلام زي دوا فبقول يعني إيه زعم الفرزدق وأن سيقتل مربعه أبشر بطول سلامة يا مربعه. فخليهم يطلعوا ويعملوا يا راجل، ده كلام يعني. هو احنا كل يوم هنعمل ثوره؟ العالم مش فاهمه حاجه، يعني يا ريتها فاهمه. دي ناس مش فاهمه اي شيء، لا في العمل السياسي ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في القيم ولا في الديمقراطيه ولا فاهمين في اي شيء. وبالتالي هو حر، وكان عايز يعمل اللي هو ده، كان مستعجل من زمان من قبل بتوع جبهة الانقاذ. فخليهم بقى دول يعني براحتهم.